إحباط تعلم اللغات. أعتقد ده شعور كلنا جربناه أو على الأقل أغلبنا، الحماس الكبير اللي بيبدأ في الأول وفجأة كل ده بيختفي وبنلاقي نفسنا وقفنا في النص وما كملناش. في الشرح ده هنشوف مع بعض طريقة تانية خالص، طريقة بتوعد إنها ممكن تكون الحل. خلينا نتكلم بصراحة كده. كام مرة الواحد فينا قرر إنه هيبدأ وهيتعلم لغة جديدة، لكن بعد كام أسبوع بالكتير لقى نفسه واقف في مكانه ومفيش أي تقدم حقيقي. والسيناريو ده بقى مش بيفكرنا بحاجة؟ حماس رهيب في الأول، وننزل تطبيقات ونشتري كتب، وبعدين الحماس ده بيروح واحدة واحدة والكسل بيبدأ يسيطر. ودي يمكن أصعب حتة في الموضوع كله، لما الواحد يبذل مجهود ويقعد يحفظ في قوائم كلمات طويلة، وبعد يومين ثلاثة بالظبط يكتشف إنه نسي معظمها. ده شعور محبط جدا بصراحة، وبيخلي أي حد يشك في نفسه. طيب، استنوا بقى هنا. دي أهم نقطة يمكن. المشكلة غالبا مش فينا إحنا، مش في قدراتنا ولا ذاكرتنا. المشكلة الحقيقية كلها في الطريقة، في الأسلوب اللي بنستخدمه من أساسه. وهنا بقى نقطة التحول. لازم نغير الفكرة كلها في دماغنا. اللغة مش زي التاريخ ولا الجغرافيا، مش شوية معلومات بنحفظها عشان ندخل بيها امتحان. لا، اللغة مهارة عملية، زي سواقة العربيات أو العزف على آلة موسيقية. والمثال ده بيوضح الفكرة قوي. يعني فكروا فيها كده، محدش يقدر يتعلم يعوم وهو بيقرأ كتاب عن السباحة، صح؟ لازم ينزل المية ويجرب ويمارس. هو نفس المنطق بالظبط بينطبق على اللغة. لازم نستخدمها، لازم نمارسها. الحفظ لوحده مش كفاية. بصوا على الفرق ده. على الشمال الطريقة اللي معظمنا اتربى عليها، اللغة مادة دراسية بنحفظها وليها وقت مذاكرة بنخلص ونقوم. لكن على اليمين الطريقة الجديدة، اللغة مهارة حياتية بنمارسها، والأهم إنها بتبقى جزء من أسلوب حياتنا. طيب تمام، قبل ما ندخل في الخطة اليومية وتفاصيلها، في 4 قواعد أساسية كده لازم نحطها حلقة في ودننا. القواعد دي هي اللي بتضمن إن أي مجهود هنعمله بعد كده هيجيب نتيجة فعلا. القواعد تبان بسيطة بس هي اللي بتعمل كل الفرق. أولاً، لازم نمارس اللغة كل يوم. ثانياً، نستغل أي وقت ضايع في المواصلات مثلاً. ثالثاً، نركز على اللي هنستخدمه فعلاً في حياتنا. ورابعاً ودي أهم واحدة، لازم يبقى في دافع قوي ومهم هو اللي بيخلينا نكمل. خلينا نمسك أول قاعدة دي، الكلام اليومي. حتى لو 10 دقايق بس في اليوم، تأثيرها على المدى الطويل ضخم جدا. ليه؟ لأن اللغة في أصلها استخدام وتواصل. الممارسة كل يوم هي اللي بتحول المعلومات اللي في دماغنا لمهارة حقيقية نقدر نستخدمها وقت ما نحتاج. تمام، دلوقتي بعد ما فهمنا المبادئ والقواعد الأساسية، يلا بينا ندخل في صلب الموضوع بقى. الخطة العملية اللي هتخلي اللغة جزء من روتين يومنا بشكل طبيعي ومستمر من غير ما نحس. أي خطة ناجحة لازم تبقى متوازنة وشاملة. يعني مش كفاية أبداً نركز على السمع بس أو حفظ الكلمات بس. لازم نشتغل على ال5 مهارات كلهم مع بعض: نسمع، نتكلم، نقرأ، نكتب. والمهارة ال5 بقى اللي دايماً بنتجاهلها، التفكير باللغة نفسها. الخطة دي بتقسم اليوم ببساطة ل3 مراحل. فترة الصبح بنبني الأساسيات زي السمع والنطق. طول اليوم بنركز إننا نتعرض للغة في أي وقت فاضي. وبالليل بنحول كل اللي استقبلناه طول اليوم ده لممارسة حقيقية وفعالة. روتين الصبح بسيط وما ياخدش وقت خالص. نبدأ ب10 دقايق نسمع فيها حاجة سهلة نقدر نفهمها. بعدها 10 دقايق تانية بنسمع ونكرر ورا اللي بنسمعه، بنقلد طريقة كلامهم بالظبط. وفي الآخر 5 دقايق بس نراجع فيها على الكلمات الجديدة. ودي نقطة مهمة قوي قوي. الهدف مش إننا نحفظ 50 كلمة في اليوم وننساهم بكرة. الهدف هو 5 كلمات بس كل يوم، 5 بس نستخدمهم ونراجعهم لحد ما يبقوا جزء مننا. القليل المستمر أقوى بكتير من الكتير اللي بيتقطع. بالليل بقى بنقلب الآية. بدل ما كنا بنستقبل معلومات الصبح، دلوقتي هننتج لغة. 10 دقايق نتكلم، نوصف يومنا كان عامل إزاي، وبعدها 10 دقايق قراءة. وفي الآخر خطوة بسيطة لكن مهمة جدا، نلخص كل اللي عملناه في اليوم ده في جملة واحدة بس باللغة الجديدة. والمهارة دي بقى هي السر اللي بيوصل للطلاقة فعلا. بدل ما نترجم كل حاجة في دماغنا من عربي للغة التانية، لا، نبدأ نسمي الحاجات اللي حوالينا دي باسمها في اللغة الجديدة على طول. نشوف الكوباية نقول اسمها، نشوف الباب نقول اسمه. ده بيبني عادة التفكير المباشر باللغة. في النهاية لو حبينا نلخص الفلسفة دي كلها في كلمتين، فهي إننا نتحول من فكرة مذاكرة اللغة لفكرة معايشة اللغة، إنها تبقى جزء طبيعي من حياتنا زي الأكل والشرب. طيب كل ده ياخد وقت قد ايه؟ لما نجمع الأنشطة دي كلها على بعض هنلاقي إننا بنتكلم في حوالي 45 دقيقة بس في اليوم. وقت قليل جدا، لكن لما الواحد بيستمر عليه بيعمل نتائج ضخمة محدش يتخيلها. وهي دي الخلاصة. الفكرة كلها هنا،
مش في عدد الساعات اللي بنقعدها على الكتاب، لكن في إننا ندمج اللغة في تفاصيل حياتنا. لما نسمع أغاني أو نشوف أفلام أو نقرأ الأخبار باللغة اللي بنتعلمها، يبقى إحنا كده بنعيشها فعلا. طيب، عشان نبقى واقعيين ومنطقيين، الخطة دي بعد شهر مش هتخلي أي حد بيتكلم بطلاقة كاملة زي أهل البلد، لكن الأهم من الطلاقة إنها بتضمن إن الواحد أخيراً بدأ صح، بنى العادات السليمة اللي لو استمر عليها هيوصل للطلاقة دي أكيد. فالسؤال دلوقتي هو، هل ممكن تكون دي البداية الصح اللي بندور عليها من زمان؟